ديال المهرجان نيو فيست ما كتبداش ايام فقط قبل الفيستيفال، ولكن راه 6 شهور 7 شهور وهما كيوجدوا لهاد لي كونسير. ما نطولش عليكم، نبداو مع اول ارتيست. وما عرفتش واش لاحظتوا واحد القضيه، ولكن اكثر من نص ديال الجروب حفيانين. عرفتي ربنا خلق شي انا منهم للدص باش يحسوا بلينا. صراحه ما ايزيتيش من يعيطوا لي المنظمين ديال هذا التظاهره وديال هذا الفيستيفال، لانه بطبيعتي كنعاون لي جون وكنحاول نسلط الضوء على المواهب المغربيه، ودوز سنوات وسنوات وكنحاور هذه المواهب المغربيه ولي زارتيست ماروكان وحتى من غير ماروكان. دونك هذا الفيستيفال جوستومون عنده واحد الطابع حتى هو انترناسيونال، دونك كان عليا واجب انني نشارك ونجي نقدم الفعاليات ديال مهرجان نيو فيست في يوم الجمعه ويوم الاحد. الاختتام الحمد لله لحد الساعه كيدوز في واحد الاجواء جميله عائليه وعفويه، وكاينين عائلات كيتفرجوا بوليداتهم، وجميل بزاف نشوفوا هاد الطاقات كيعبروا على الموهبه ديالهم بكل حريه وبكل عفويه. وكما قلت للاصدقاء في الكواليس ان هاد الفنانين خصنا نشجعهم اكثر واكثر، لانهم يقدروا يعطيونا واحد النتائج اللي مبهره، وفي نفس الوقت بعض وحدين الا زادوا خدموا على راسهم وقادوا شي امور ممكن يمشيو حتى للعالميه. وكما كتعرفوا اي حاجه كتبدا خاصها الوقت باش انه يكون عليها اقبال كبير. لاحظت في البدايه ديال الاحتفالات ديال نهار الجمعه كان 70% وقيله ديال المسرح عامر، اليوم 100% اضطرينا ان نقولوا للجمهور انه نزيدوا مقاعد ونزيدوا بلايص ونسهلوا المأموريه باش ان كل شيء تنصلها مزيان. وانا صراحه مزيانه ليا ومزيانه للفنانين، لانه كيكون تفاعل اكثر مع الجمهور.